السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. هنبدأ ان شاء الله الكورس بتاع الانجليش. يا رب يعني اقدر افيدكم. بصوا يا شباب، في الاول خالص انا عاوزة اتكلم معاك في نقطتين. ان احنا عندنا في اللغة الانجليزية حروف واصوات. تعال نتكلم على كل حاجة فيهم. قالك اول حاجة خالص، تمام، الحروف اللي هي اسمها letter، يعني حرف، يعني letters، حروف. قالك الحروف هي رموز كتابية. يعني ايه؟ يعني ايه؟ بي، سي، وهكذا. تمام. قالك عدد الحروف ديت كام حرف؟ 26. 26 حرف. والحروف ديت ما بتتغيرش، يعني مفيش في يوم من الايام هنلاقيهم 24. لا، هي من يوم ما ربنا خلق اللغة الانجليزية، تمام، وهم 26 حرف. يبقى كام حرف؟ 26 حرف. قالك ان هما الحروف ديت بتتقسم لايه؟ لنوعين. اول نوع خالص اللي هو ايه؟ الحروف بتكون كابيتال. الحروف بتكون كابيتال اللي هي حروف كبيرة. يعني ايه حروف كبيرة؟ يعني ايه؟ بي، سي، اف، زد، وهكذا. دي حروف كابيتال. اما الحروف اللي سمول قالك ان هي بتكون سمول، يعني صغيرة. يعني ايه؟ بي، سي، اف، اتش، وهكذا. يبقى احنا عندنا طبعا الحروف الكبيرة ديت، تمام، ليها حاجات انا بستعملها فيها، زي مثلا حروف الاعلام، حروف الاشخاص. يعني اسماء الاشخاص، مثلا اما باجي مثلا اكتب ايمان، اول حرف في الاسم نطقته كابتن والباقي سمول اهو. لما اقول مثلا كات، الايه كابتن والباقي الحروف سمول. وقال لك دي الحروف اللي هي الليترز اللي هي بتكون 26 حرف، تمام، وبتكون مقسومة الكابيتال يا اما كابيتال يا اما سمول. يبقى تاني، يبقى احنا عندنا الحروف اللي هي ليترز. حرف يعني ايه؟ يعني رمز. الحرف بيكون رمز، تمام، وبيكون عددهم 26 حرف. الحروف بتتقسم لحاجتين، يا كابيتال يا اما سمول، يعني يا كابيتال يا سمول. تمام كده؟ تمام جدا. قالك ان الحروف بتكون على حسب، يعني الحروف تتكتب. طبعا احنا هنتكلم على كل حرف من الحروف دي، يعني تتكتب امتى وازاي في تكوين الجملة وفي الحروف نفسها. بصوا يا شباب، قالك ان احنا عندنا حاجة، احنا خلاص خدنا الحروف. قالك عندنا حاجة اسمها الاصوات. الاصوات يعني ساوند. صوت يعني ساوند، اصوات يعني ساوندز. تمام. قالك الحروف ديت يعني بتمثل، الاصوات بتمثل الطريقة التي يتم الطريقة التي يتم الطريقة التي يتم نطق الحرف أو الكلمة به. أنا مش فاهم أي حاجة شباب، يا ريت ورقة وقلم ونكتب الحاجات دي. يا ريت ورقة وقلم ونكتب الحاجات دي. قالك الأصوات يعني اسمها فونيم.
يبقى الاصوات اسمها فونيمز. صوت يعني فونيم. طبعا احنا لما بنيجي ان شاء الله نتكلم نعمل كورس فوناتكس، بس ربنا يسهل، هتكلم معاكم يعني ايه فونيم ويعني ايه فونيتك والحاجات دي كلها، وفي حاجات اصغر من فونيم وفي حاجات اكبر منها وهكذا. تمام. قالك عدد الاصوات في اللغة الانجليزية 44 صوت. خلي بالك الحروف كانت 26، الوقت الأصوات كام؟ 44 صوت. قالك الأصوات ديت بتشمل حاجتين، بتكون كونسونانت اللي هو حرف ساكن، ده حرف ساكن. يعني ايه حرف ساكن؟ يعني حرف مش متحرك. يعني ايه برضو؟ يعني بي، سي، دي، اف. لكن الحروف المتحركة قالك لا، الحروف المتحركة اسمها فاول. الحروف المتحركة اسمها فاول. حرف متحرك يعني فاول، والحروف المتحركة ديت بتكون صوت متحرك. يبقى تاني، الأصوات يعني ساوند، صوت يعني ساوند، صوت الحرف. قلنا ان هي الأصوات يعني الطريقة اللي بتم نطق الحروف بيها، مش كتابة. الكتابة يعني مثلا لما اقول ايه هنا كده، ايه نطقته. تمام. يبقى في عندنا نطق وفي عندنا كتابة. الكتابة اللي هو الحرف المكتوب، يعني ايه كده، دي من غير منطقة كده منطوق. في منطوق، في منطوق وفي مكتوب. لو ما نطقتش مكتوب، لكن لو نطقت ايه، خلي بالك الايه ديت ممكن تتنطق طويلة تبقى كده، ممكن تتنطق شورت اللي هي قصيرة عادي، ممكن تتنطق مركبة. يبقى احنا عندنا الأصوات اللي هي الساوند. الأصوات يعني ايه؟ يعني الطريقة اللي بيتم بيها النطق، نطق مش كتابة. الحروف اللي كانت الأولى كنا بنقول الحروف رموز كتابية، يعني هو رمز مكتوب. لكن الأصوات، أنا وأنا بتكلم في الأصوات قلت ايه؟ الطريقة اللي بيتم نطق الحروف أو كلمات بيها. وقلنا ان هو فونيم، قلنا ان الأصوات بيكون فونيم. تمام. وقلنا ان هي بتكون عدد الأصوات 44 صوت. يعني شوف سبحان الله، يعني شوف لما قلت في النطق، لما قلت في الحروف الرموز الكتابية اللي هي تبع الحروف، قلت ان هما 26، لكن لما قلت النطق قلت 44 صوت. لأن كل حرف سوري، كل حرف مكتوب. تمام. كل حرف مكتوب بيكون له أكتر من صوت. قالك أنواع الأصوات في اللغة الإنجليزية 5، اللي هم A E I O U. كده حروف متحركة، حرف متحرك. خلي بالك انا قلت حرف، ايوه انا قلت حرف، ان هم دول حروف متحركة في اللغة الانجليزية. الحروف المتحركة كام في اللغة الانجليزية؟ 5. تمام. قالك ان الحروف تصدر، الحروف ديت تمام حوالي 20 صوت. انت خدت بالك من حاجة؟ ايوه انا خدت بالي من حاجة، ان هم دول كانوا حروف متحركة، وان الحروف ديت ممكن انطق بيها 20 صوت. يعني انتوا متخيلين 20 صوت؟ يعني هو مثلا وليكن مثلا كل صوت له مثلا 4 حروف، فاهمين؟ قالك مثلا ان هو الحروف ديت بيكون ليها زي ما قلت لكم قبل كده ان هي بتكون قصيرة
حرف قصير يعني، طويل، مركب. ده طبعا يعني ده بقدر احدده بايه؟ هو بيكون حرف عادي، يعني بيكون مثلا حرف عادي اللي هو ايه. طيب بنطق يعني بحدده اذا كان قصير ولا طويل ولا مركب على حاجه اسمها فوناتكس. المفروض دي انتوا تدرسوها الاول يعني. قالك ديت بتعلمني ان هو مثلا الحرف لما باجي انطقه، تمام، بيعرفني هو صوت طويل ولا صوت قصير. مع ان يعني هو مثلا ممكن يكون حرف ايه عادي، تمام، بس من طريقته انا اعرف هو قصير ولا طويل. يعني وليكن ثواني، قلنا الحروف، احنا قلنا ان اللغة الانجليزية فيها كم حرف ساكن؟ 5. سوري، حروف متحركة اللي هي فاول، فيها 5 حروف متحركين. بس الحروف ديت اللي هما ال5 حروف دول ممكن ال5 حروف دول ممكن انطقهم ان هما 20 صوت. ليه؟ لان الصوت يا اما بيكون قصير او طويل او متحرك. طيب مش فاهم حاجه، بصوا انا هعطيكم مثال. زي ما اقول مثلا كلمه كات، احنا بنتكلم في الحروف المتحركه. حرف متحرك اهو، الحرف هنا قصير. لما اجي مثلا اقول كيك، كيك، تحس ان انا اصلا في النطق طولت، مع ان نفس الحرف اهو ممكن اقول هنا طويل. وطبعا كل حرف الصوت بتاعه بيتغير على حسب الكلمة، على حسب النطق اللي انا نطقتها. هو حرف مكتوب عادي اهو، ايه عادي، بس كل كلمة نطقتها لها صوت مختلف. لما اقول الاصوات والحروف الساكنة، الحروف ده كله احنا كنا بنتكلم في الحروف المتحركة. حرف متحرك اللي هما ال5 حروف، وقلنا ان ال5 حروف دول كده اسمهم حروف. بص، الحرف بيكتب، اما اما الصوت ينطق. كده بقى سهله اهي. يعني المكتوب هنا ايه؟ هنا حرف مكتوب اهو، مكتوب عادي كده حرف. اما ممكن لو نطقته في الكلمه زي ما قلت لكم كات او كيك او كان او الحاجات دي كلها، يبقى هو هنا ايه؟ حرف منطوق. وطالما منطوق يبقى صوت. ان هو اي حاجه منطوقه هيطلع لها صوت. معايا؟ يبقى عندنا الحروف يعني letters. الحروف بتكون حروف رموز مكتوبة. الحرف ينطق، الحرف يكتب والصوت ينطق. تمام. قالك ان الحروف في اللغة الانجليزية كام حرف؟ 26 حرف. الحروف بتكون يا اما كبيرة اللي هي كابيتال، يا اما بتكون صغيرة اللي هي سمول. تمام كده. قالك ان الاصوات اللي هي ساوند، تمام، قالك ان الساوند ده اللي هي بتكون الصوت، يعني بسميه فونين. اللي هي يعني ايه صوت؟ الطريقة اللي بيتم نطق الحروف او الكلمات بها. قلنا عدد الاصوات في اللغة الانجليزية كام؟ 44. اما عدد الحروف كام؟ 36. وقالك ان الحروف الساكنة، الحرف الساكن، الحروف سوري يا شباب، الحرف يا اما بيكون حاجتين، يا اما بتكون ساكن يا اما بيكون متحرك. وخلينا متفقين ان كل حرف ساكن له صوت وكل حرف متحرك له صوت. يعني بمجرد كل الحروف مكتوبة، اما الاصوات منطوقة. تمام. واتفقنا ان احنا عندنا انواع الاصوات في اللغة الانجليزية. الانواع الاصوات برضو عندنا صوت ساكن
وصوت متحرك. تمام. ان الاصوات الساكنة بتكون مثلا زي مثلا الاصوات الساكنة بتكون زي البي والسي. قالك مثلا ان احنا عندنا حرف السي ممكن انطقه كي وممكن انطقه اس. امتى وامتى؟ لو نطقته كي لو جه بعده حرف ساكن، زي ما اقول مثلا كات. ولو جه مثلا مكانه مثلا يعني كلمة زي لو جه مثلا كلمة زي مثلا act. المشكلة ان انا بصور على تاب، فدايما الشاشة بتتملى بسرعة جدا، فانا ما بعرف يعني بضطر ان انا اخد وقت على ما بمسح الحاجات دي كلها. فاهمين؟ فمعلش بقى. احنا كنا بنتكلم في الحرف سي وفي الصوت، ان احنا قلنا ان هو ممكن يكون صوته اللي هو اس او كي، وقلنا ان هو ممكن يكون كي انطقه كي لو مثلا زي اكت. الكي هنا السي هنا انا نطقتها كي، ما قلتش مثلا است، لا قلت اكت. ليه؟ لان السي هنا جاي بعضها حرف ساكن فنطقتها كي. لكن السي اما بيجي بعدها اس سوري السي تنطق اس لو جه بعدها حاجة من دي دول كده انطقها اس. زي مثلا كلمة زي مثلا ايه، سيتي. ما نطقتهاش كي وما نطقتهاش سي، انا نطقتها اس. ليه؟ عشان الاي ورا. كده الحروف الساكنة والحروف المتحركة. واتكلمنا ان احنا عندنا في اللغة الانجليزية حاجة اسمها صوت، وامتى اقول على الحرف صوت، امتى اقول على الحرف حرف، وامتى اقول على الصوت صوت، وامتى وايه الفرق ما بينهم. امتى اقول على الحرف لو هو حرف مكتوب بمجرد ما هو مكتوب يبقى كده ايه، لو هو حرف مكتوب يبقى هو حرف اللي هو letter. اما لو منطوق يبقى اما لو منطوق يبقى كده ايه، صوت. واتفقنا ان احنا ممكن الخمس حروف اللي هم الفاول اللي هم اصلا حروف ساكنة، حروف متحركة سوري، الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية 5، بس أنا ممكن أطلع منهم 20، أكتر من 20 كمان. لأن احنا عندنا مثلا كده ممكن يكون كده، وعندنا الA. صحيح يا شباب أنا نسيت أديلكم مثال على دي. ممكن هي على فكرة دي كده أصلا، يعني هي دي لما بتيجي حروف متحركة بتكون كده حرف مركب اهو، مع انه حرف لو. بص يا شباب، هو الفكره ان احنا لازم ناخد مع بعض مثلا الحروف، نطق الحروف، يعني امتى انطق الايه. وخلي بالكم ان احنا ممكن عندنا مثلا اللي هي لاو ومودر والحاجات دي كلها اللي هو على حسب انا نطقتها، يعني على حسب اللسان بتاعي. يعني لو اللسان بتاعي منخفض مثلا يعني لسه كده ممكن ده قصير. لكن لو بقى لاو، وممكن برضو لو هو موديل اللي هو في المتوسط، فممكن تكون كده. فالحاجات دي كلها يعني المفروض ان هي كلها كورس، ان هي المفروض تتحط في كورس فوناتكس. بس كده.